بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا أكلة جديدة ولذيذة، يلا نشوف هنعمل إيه. نصلي على النبي الأول. معايا شوية زيت سخنتهم في مقلاية، وبصلاية قطعتها جوانح زي ما انتم شايفين كده. عندي 5 6 قطع من الفراخ المتقطعة بانيه، وكنت متبلاها فعلا عشان أعملها بانيه، لكن قلت نغير بقى لما شفت الفكرة الحلوة دي. قطعتها سلايز كده، وهنزلها تتشوح مع البصل، بحيث ان انا احاول اديها صدمة. اعملوا لايك يا جماعة وما تنسوناش في اللايك. هنحط بقى شوية ملح وفلفل أسمر وتوابل فراخ، ولو عندك بابريكا أي منكهات بتحبيها حطيها. هقلب بقى كده لحد ما تاخد الصدمة بتاعتها وتستوي. نزلت برضو شوية مية، هتبدأ تشربهم وتستوي بيهم. معايا بقى فلفل ألوان، وده اختياري، يعني لو مفيش فلفل ألوان مفيش مشاكل. هنقلب فيها كده ونسيبها تستوي لحد ما تاخد وقتها. معايا كوبايتين بقى من الحليب، انا متابعه هنا وهنا يا جماعه. زيتون بقى، حطي اي حاجه تحبيها عندك ممكن تحطيها في الاكله دي. كوبايتين الحليب على البارد، هحط عليهم 3 معالق من الدقيق واقلبهم كويس جدا لحد ما الدقيق يمتزج مع الحليب، وهرفعهم على النار. قطعت عليها دي كانت آه، مرق الدجاج، وكنت سلقه بطاطس، كيلو من البطاطس. هرستها وحطيت عليها برضو التوابل، ملح وفلفل، ومعلقتين كده من القشطة. لو مفيش يبقى ربع كوباية من اللبن. جبت بقى صينية وحطيت فيها ترنشات الفراخ أو السلايز بتاع الفراخ اللي استوت. بدأت بقى أكور البطاطس، طبعا طرية جدا. بتدهيني إيدك زيت وبتكوريها كده كرات. والصوص الأبيض بقى أو الوايت صوص اللي انت عملتيه هترشيه عليها كده في الصينية. لما بتاخد كلها من طعم بعضها يا جماعة بتبقى تحفة جدا. حطي بقى شوية جبنة موتزاريلا كده على الوش ودخليها الفرن. طبعا كل حاجة فيها مستوية، يا دوب هي عايزة بس تاخد وش. شايفين الجمال؟ أكلة بقى يا جماعة ولا أروع ولا أحلى ولا أهدى من كده، لذيذة جدا وجميلة جدا، وولادنا كلهم هيحبوها. جربوها وحاولوا تجربوا كل حاجة جديدة. التغيير مطلوب. وطبعا وخاصة وإننا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. بنحب نغير كل يوم ونحط على سفرتنا حاجة كده حتى لو بسيطة واقتصادية، يبقى شكلها جميل. هنجرب كده بقى. اوعوا تنسوا اللايك يا جماعة، لو اتفرجتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك. هندوق بقى يا جماعة، مش قادرة أقول لكم أحلى المطاعم ممكن تاكلي